لقمان ايش رايكم فيه؟ لقمان كان عبدا مملوكا أسود البشر، ومع ذلك ولقد آتينا لقمان الحكم. قال له سيده، قالوا يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأطيب شيئين فيها، فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان، يعني لحمة بدون عظم. السيد يفهم منها كذا. يوم ثاني قال يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأخبث شيئين فيها، جاب له القلب واللسان. ما هذا يا لقمان؟ قالوا يا سيدي هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبث. قالوا أما إنك أوتيت الحكمة اذهب فأنت حر. حررته الحكمة العلم، فلما تحرر تجمع الناس عليه، صار بيته كله ناس رايحين جايين، وسيده الذي اعتقه ما حد يسأل عنه. جاء مرة ثانية قال يا لقمان ما بال الناس يأتونك ويجتمعون عندك وأنا سيدك ما حد يجيني؟ قال له لأنك انشغلت بما لا يعنيك ففاتك ما يعنيك.